كل ما قاومتي التغيير كل ما قاومتي النجاح. ببساطة كثير من الأحيان الإنسان بيكون خايف من الخطوة الجاية، فهو بيكون عم يأجلها، خايف من التغيير، خايف حاطط تصور أكبر من الموجود أساسا. فلمجرد أنك أنت عم تأخري التغيير، أنت عم تأخري النجاح. ضليتني خايفة أنه من مكتبي 4 أشهر، أنا لسه عم باخد قرار وما بدي وما بعرف شو. فلما قلت شو هو أسوأ شيء ممكن يصير، طيب أوكي يعني شو حيصير؟ ما في مشكلة، حاول نقول نقلت، العتبة تغيرت، الرزق تغير، الناس تغيرت، أقدار جديدة، كتير اختلف الوضع. الله سبحانه وتعالى لمجرد أنك أنت عايشة بقوقعتك، خايفة من التغيير، خايفة من أخذ هاي الخطوة، فأنت لساتك عم تحكمي على حالك بتأخير النجاح، بتأخير الأرزاق. فخلاص أي شيء بتتعلقي فيه هو عم يوقفك، عم يعطيكي إنه أنت محاطة، أنت بمنطقة الأمان، وبس ممكن إنه تكوني عم تأخري نجاحك وأرزاقك وحياتك. تمام؟ فنبدأ من اليوم.